حبيبتي حبيبي يا ابويا خليها على صدري وتبصبص. بين الكبة والسمك انتهت حياة الطفلة بنين البالغة من العمر 4 أشهر. نظرة أخيرة جمعت الأب بطفلته قبل أن تموت. خلاف على وجبة طعام بين الزوجين انتهى برمي الأم للطفل على الأرض بقوة في شقتهم بمنطقة الأعظمية. قلت لها شو مسوية غدا؟ قالت لي مسوية كبة. قلت لها الكبة ما اريد. طلع لي السمكة. صار بيناتنا غلط، هي تغلط وانا اغلط. اخر شيء دبت الطفله، سمعت الطبه مال الشير ونقع بالقاع. من طبيت لقيت البنيه مرطوخه بالقاع، رمشت عينها. اني يعني ما سيطرت على نفسي، ظليت جامد بمكاني. باوعت عليها، ركزت بيها روح. لو بيها روح كان اشيلها، ما بيها روح. ماتت وهنا ورم صار براسه، انفجر دم ماكو، صار نزيف داخل يده. انا خسارتي حبيبه روحي وما صار طول عمري. والسلام مخافه الله الحق بنتي والله. بيوم قوطتك. الزوجة من مواليد العام 2006 وبحسب التحقيقات الأولية اعترفت بقتل الطفلة، فيما تتكرر المشاكل بين الزوجين بشكل يومي، إذ سبقت الحادثة بيوم تمزيق الزوجة لجميع مستمسكات الطرفين. ولدت وهي 4 أشهر، حليب، حفاضات، ما قصر. مواليد 2006. هي الضحية، راحت الطفلة. هسه بين اثنيناتهم الضحية الطفلة راحت. إذا ابني تهستر وياها على مود لقمة أكل لو شيء، بس من راح الضحية؟ الطفلة راحت ضحية. شنو ذنب هالطفلة هاي؟ ملاكة من ملائكة الرحمن راحت. ويطالب والد الطفلة المقتولة الذي أفرجت عنه القوات الأمنية بعد انتهاء التحقيق معه وإثبات براءته بإنزال أقصى عقوبة بحق زوجته. من بغداد، مصطفى صقر، الأولى.